حسبية قطرة ماء بحره تملأ الأرضية، ونظرة بعين رحمته تسير الكافر وليا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة يجعل بها ربنا في الجنة قصرا عليا. يقول الله جل في عليائه في حديثه القدسي الجليل: يا عبادي من رضي بقضائي وصبر على بلائي وشكر نعمائي كتبته صديقا وبعثته يوم القيامة مع الصديقين. ومن لم يشكر نعمائي ولم يصبر على بلائي ولم يقنع بعطائي فليخرج من تحت سمائي وليتخذ له ربا سواي. واشهد ان سيدنا وعظيمنا واستاذنا وقدوتنا ومعلمنا ومخرجنا من الظلمات الى النور محمدا سيد الاولين والاخرين وحبيب رب العالمين، ارسله ربه على حين فتره من الرسل ففتح به اعينا عميا واذانا صما وقلوبا غلفا وتركنا على المحجه البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك. فاللهم اجزه خير ما جزيت نبيا عن امته. فاللهم اجزه خير ما جزيت نبيا عن امته ورسولا عن رسالته ودعوته. تعال يا سيدي. أيها الأحباب، كان القارئ الجليل يتلو من قول ربنا جل جلاله من سورة مريم، صدر سورة مريم، وقال ربنا في سورة مريم على لسان سيدنا يحيى: وبرا بوالديه. وتتوالى الآيات ليقول ربنا جل جلاله على لسان سيدنا عيسى: وبرا بوالدته. وكنت أتحدث قبل أذان المغرب عن بر الوالدين. هنتكلم 5 دقائق وإن شاء الله نسمع الختام مع القارئ الرائع في أدائه وفي صوته الشيخ محمد الحسين. كنا نتحدث عن بر الوالدين. أنا عايز أسمع فضيلة الشيخ، بحب فضيلة الشيخ، عايز أسمع فقط. ولكن هل تعلم أخي الحبيب أن يجب عليك أن تبر ولدك مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بروا أبناءكم في الصغر يبروكم في الكبر. فريضة على المسلم أن يبر أبويه وإن ظلماه. قال صلى الله عليه وسلم: وإن ظلماه يعني أبيه وأمي ميزوا أخ إلي عني ظلمهم على نفسه، حسابهم على الله. أما أنت عليك أن تعمل بوصية الرحمن وأن تعمل بوصية النبي المصطفى العبد. ولكن هل هناك حق لك على أبويك في الصغر؟ نعم. عايزك تصلي على سيدنا النبي وتطلع من هنا بمعلومة. أنا آسف يا عم الشيخ، والله لو بلغوني لكنت طلع. يجب عليك أن تعلم أن لك حقوق على أبويك زي ما هم لهم حق في الكبر عليك،
لذلك يقول ربنا جل جلاله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك. قرر هنا ربنا سبحانه وتعالى أن الأبوين الملك ليس ملكه إنما ملكا لأبنائه، ليريد ربنا أن يعلم البشرية إن كنت ستعق أبويك من أجل المال فالمال مالك، وإن كنت ستغضب أبويك من أجل الأطيان فالأطيان أطيانك، وإن كنت ستغضب أبويك من أجل البيوت فالبيوت بيوتك. وإنما يقول إما يبلغن عندك الكبر. أبوك وأمك قاعدين عندك أنت. طب إيه هو حقك على ابن أمك؟ يقول صلى الله عليه وسلم استحسنوا نسبكم. أول حاجة تنكح المرأة لأربع: لجمالها ونسبها ودينها ومالها. طب الرسول قال ايه؟ فاصفر فبادر فسارع بذات الدين تربت يداك. يعني ايه يا مولانا؟ يعني خد اللي عندها دين وسيب اللي عندها اموال. خد اللي حافظه القران وسيب اللي عندها اموال. خد اللي حافظه سنه النبي العدنان وسيب اللي وراها ورث، لان الورث هيزول. انما المرأة الصالحة قالت يا ابا حمزة واسمع قصة ابو حمزة وهذا كان من تابع التابعين. تزوج بامرأة وهذه المرأة قد تربت في جامعة النبي صلى الله عليه وسلم، اتربت على قال الله وقال رسول الله. اسمع انجب منها ابا حمزة 5 بنات. الراجل نفر وساعد والضايع عايز ينام عشان يسد ظهره في الدنيا، كسر ظهرك في الدنيا والاخره. يا عم انت قبل ما تبص واحد عنده ولاد وانا عايز اخلف ولاد، بص واحد ياخده ويطلع عينه. مهم النهارده لو اتزوجت او زوجت ابنك واحده عينها دين، واحده متربيه على القران، مش هتطلع لك عين على راس الشعر متر فوق. مش هطلع لك عين راكب التوك ومشغل مهرجانات ومسمع 50,000 متر قدام، ولا مراعي شهر، ولا مراعي واحد ممكن يكون عيان وكبير في السن وتعبان ونايم، ولا مراعي حرمة الصيام، حرمة رمضان. فهذه هي التربية السوء، وهذه هي نتيجة أعمالكم. فماذا قالت زوجة أبا حمزة؟ الرجل سبب أمه البنات وراح حط إيده في إيد راجل تاني واتجوز بنته عشان يخلف أولاد، خلف 5 أولاد، ساب الأولانية وقعد عند الثانية. اسمع بقى ماذا قالت زوجة أبي حمزة وقد صفها الشاعر في بيوت من ذهب. قال جاءت زوجة أبي حمزة وقالت ما لأبا حمزة لا يأتينا ويمكث في البيت الذي يلينا. هو أبو حمزة انت ما بتجيلناش ليه؟ وقاعد في البيت اللي ورانا وسيفنا مش بلدكم. انت مش هتجيب لنا فلوس، انت مش هتصرف عليا، انت ما بتعملش. قالت ما لأبي حمزة لا يأتينا ويمكث في البيت الذي يلينا أغضبان هو ألا نلد البنين والله إنه ما بعيب فينا فنحن كالأرض بزارعين ننبت ما قد يوضع فينا. وصدق ربنا إذ يقول أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. وتوحد الله بتربي على جمع سيدنا رسول الله. انت زعلان ان انا ما خلفتش ولاد؟ والله نحلق الارض بزارعين. هتزرع في الارض غله هتطلع غله ولا هتطلع رز؟ هتطلع غله. هتطلع في الارض ذره هتطلع ذره. ونحلق الارض
للزارعين نثبت ما قد يوضع فينا. وصدق ربنا إذ يقول رأيتم ما تبدون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. أيها الأماجد بر أبناءكم بأن تعلموا القرآن. علمنك ولو آية في القرآن. واسمع ونقول الحديث اليوم إن شاء الله نستمع لسيدنا الشيخ محمد. يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين انقطع عمل ابن آدم عند الموت. انقطع عمل ابن آدم إلا من ثلاث: صدقة، علم، أو ولد صالح. الثلاثة لو عملتهم هيدخلوا. صح يا سيدنا؟ الثلاثة لو عملتم فينا هناخد أول واحدة: صدقة جارية. يقول ربنا: سارعوا بآل عمران إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعندك للمتقين. من هم بقى المتقين؟ الذين ينفقون أموالهم في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. يبقى لو علمت ابنك فضل الصدقة وجزاء ربنا جل جلاله للمتصدقين تصدق عليك بعد موت. يبقى دي أول واحدة: صدقة جارية أو علم ينتفع به. علم ابنك حديث وحي وخليه يعمل به ويعلم غيره وغيره يعلم غيره إلى قيام الساعة. فهذا هو العلم الذي ينتفع به. أو ولد صالح يدعو له. فاللهم اجعلنا جميعا وأبناء الراحلة من أبناء الصالحين يا أرحم الراحمين يا الله. أيها الأماجد ارفعوا المراعاة المولى جل جلاله أن يتقبل الراحلة ويوسع رحمته. هو من ذلك والقادر عليه. اللهم ابدلها خيرا من دارها. اللهم اجعل هذه الليلة يسعد لياليها. اللهم اسكنها الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. شكر الله سعيكم جميعا. عشت في هذا الكون وما أعلم عن حال، لكن انتهى هذا الكون أنت ربي في علاه. كلما سبحتك ناداني قلبي لقد عصمت ربي في دنياك. وكلما ذكرتك ناداني قلبي أنا لا أبغي ربا سواك. سبحان من ملأ الكون كله عزا برياك. أنا عند موتي لا أحتاج إلا رضاك. رب جسمي لا يقوى على البرد والحرارة فكيف يقوى يوم القيامة على نار وقودها الناس والحجارة. وأصلي وأسلم على خير موجود عرفه الوجود حضرة النبي المصطفى الأمين. تقول سيد أم جميل وتمسك بالحجر وتقسم وتقول واللات والعزى لئن رأيت محمدا وأرفقن رأسه بهذا الحجر. ثم تدخل على أبا بكر الصديق رضي الله عنه وتقول يا أبا بكر واللات والعزى لئن رأيت محمدا لأرفقن رأسه بهذا الحجر. وكان صلى الله عليه وسلم بجوار أبا بكر فيضحك أبا بكر الصديق فيقول له الحبيب لما تضحك يا أبا بكر؟ فيقول يا رسول الله لو تراك وتراني أنا. فيقول صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ألم تقرأ قول الله تعالى وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. أيها الإخوة المؤمنون إلى هنا نصل إلى نصف ختام هذه الليلة القرآنية. فكما نقول دائما يا مصر قومي واسمع القرآن فصوت الشيخ محمد الحسين الآن سيزلزل الوجدان. وكأن جبريل من فوق السماوات العلى ينادي هيا لسماع القرآن جدد الإيمان مع المدرسة الخالدة التي لا تنقطع أبدا. مدرسة فضيلة القارئ الشيخ محمد النيسي والتلميذ النجيب في هذه المدرسة فضيلة القارئ الشيخ محمد الحسيني